اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. تعالوا النهارده مع بعض هقول لكم ازاي تتخلصوا من التسلخات سواء للكبار او للاطفال. بصوا يا جماعه، الكريم ده عن تجربه وعن يعني انا شخصيا مستخدماه لاولادي، اللي هو البيبي كريم. بيبي كريم يا جماعه ده كريم خرافه، انا بصراحه جربته ما بقتش استغنى عنه خالص. الكريم ده تدهنيه للاطفال قبل ما تلبسي البامبرز او الكاتلس، حتى لو ما عندهمش تسلخات تدهنيه. الكريم ده مفعوله سحري 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 جدا في التخلص من الالتهابات بتاعت الجلد والتسلخات. حتى الكبار، يعني حتى الكبار اللي بيجيهم تسلخات في المناطق الحساسة ممكن يستخدموا بيبي كريم. ده ملطف ومرطب وفي نفس الوقت بيقضي على التسلخات. ده كان كريم انا جبته من الصيدلية، او يعني دكتور قال لي عليه فجبته فاستخدمته، فبصراحة يعني ما شاء الله جاب مفعول سريع جدا قوي معايا. فيا ريت كلكم تستخدموا له اطفالكم او حتى ليكوا انتوا، يعني لو في حد كبير عنده تسلخات في اي سن او في اي عمر، او حتى لو رجال، يعني مش لازم الستات او الاطفال، حتى الرجال لازم تستخدموا يا جماعه بيبي كريم. بيبي كريم اهو اسم الكريم اسمه بيبي كريم، ملطف للجلد وعلاج للتسلخات، تسلخات الجلد او التهابات الجلد. الكريم ده حلو، انا جربته وحبيت اقول لكم المعلومه دي، يا ريت تستفادوا منها. ويا ريت اي حاجه بقدمها انا ليكم تستفادوا منها. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله اذا كانت بتعجبكم فيديوهاتي ولا لا، وايه يعني ايه التعديلات اللي تقولوها ان انا ممكن اعملها في القناه او في طريقه الفيديو اللي انا بعمله. يا ريت، ومعلش طبعا على اللهجه، دي لهجتي يا جماعه ومش هغيرها ومش هتكلم بغيرها. فيعني انا يعني محتفظه او مش محتفظه، او يعني انا بحب اللهجه بتاعتي فما مش هغيرها. ده كان فيديو النهارده، يا ريت يعجبكم. ده اسم الكريم بيبي كريم، جربوه وان شاء الله هتدعوا لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.